السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو الفانيليا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وكمان هنعمله بالدقيق العادي. يلا بينا مع بعض نشوف ايه هي مكوناتنا. اول حاجة عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ربع معلقة من الفانيليا، نص كوباية من السكر وعليها معلقة صغيرة، عندي كمان معلقة صغيرة مليانة هرمية من محسن الكيك الجل، كوباية من الدقيق وعليهم رشة ملح ومعلقتين كبار من النشا، وكمان معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. قلبت المواد الجافة كلها مع بعض وبعد كده حطيتها في المنخل وابتديت انخلها، او في مصفى لو مش متوفر عندك عادي جدا، المهم ان احنا ننخل المواد الجافة كويس. اخر مكون عندي هنا هبتدي اضيفه تلت كوباية من المية، وزي ما انتوا شايفين حطيت كل المكونات مع بعض وبعد كده ابتديت اضربها بالمضرب. هنضربها لمدة 10 دقايق متواصل لحد ما يبتدي قوام الخليط يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ويفتح لونه بالشكل ده. في صينية بقى بتاعة الفرن حطيت ورقة زبدة وهبتدي انزل بالخليط كله، وطبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وابتديت اساوي كده الكيك نفس التساوي كده في كل الصينية. خلوا بقى في الفرن على درجة حرارة 180 وهحطه في الرف اللي في النص مش اكتر من 15 دقيقة. طبعا احنا عشان هنعمل جاتو فممكن نحمر الوش، لكن لما بنعمل سويس رول في نفس الصينية لازم نطلعه بعد 13 دقيقة بالكتير. ممكن الجاتو يقعد شوية دقيقتين زيادة ونديله وش مفيش مشكلة. هنا انا حطيته تحت الشواية كده، عطيت له دقيقتين بالظبط وكان استوى بعد 15 دقيقة بالظبط. سبته طبعا يبرد تماما وهبتدي اقطعه معاكم. طبعا الجاتو لو تحبي تبيتيه ليلة كاملة يكون افضل. انا هنا هعمل الجاتو بتاعي طبقتين بس، فهبتدي اقسم كمية او صينية الكيك على جزئين نصين متساويين. لو حابة تعمليه 3 اجزاء زي ما عملناه قبل كده مع بعض برضو بالمسطرة هتبتدي تقسمي بالسنتي كده وتقسمي ل3 اجزاء. بالسكينة ابتديت اقسم الجاتو او الكيك بتاعي نصين، وادي شكله. حبيت اوريكم ما شاء الله شكله اسفنجي وتحفة جدا. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الحشوة. جبت عندي هنا كوباية وربع، وطبعا انا هنا الكريم بتاعي محلى فمش هضيف سكر للاسف، مش متوفر عندي كريم شانتيه خام. هبتدي اضيف معلقة من الحليب البودر، معلقة كبيرة، ومية متلجة، وهبتدي اضرب الكريمة. تقدري تستبدلي الحليب بودر مع المية بمية ساقعة فقط، مش مشكلة خالص تضيفي الحليب. لو انت حابة الكريمة بتاعتك تكون دسمة بتضيفي عليه الحليب البودر. كمان تقدري تضربيها بالحليب الساقع وتستغني خالص عن البودر والمية. كده خلصت ضرب الكريمة وبقت جاهزة معايا وتبقى بالقوام والشكل اللي انتوا شايفينه. هنبتدي بقى مع بعض نحشي الجاتو. جبت اول طبقة من الكيك وهبتدي اشربها بالسيرب الخفيف. انا بحب اشرب الجاتو، لو انتي مش حابة تشربي الجاتو تقدري تستغني عن الخطوة دي. تمام، هننزل بالكريمة بس بديها كده تقليبة زي ما انتوا عارفين بنخرج منها اي هوا زيادة، وهننزل كده بكمية حلوة من الكريمة. عملنا قبل كده مع بعض الجاتو وحطينا الكريمة بكيس الحلواني علشان نقدر نظبط الطبقة ونخلي كل كمية الكريمة متساوية في جميع الجهات. تقدري تعملي الخطوة دي او تعملي زي ما انا شغالة كده بالمعلقة وتبتدي تظبطي بقى بالسباتيول بتاعك وتخلي كل الجوانب متساوية كده بالكريمة. خلاص بحاول اساوي كده طبقة الكريمة، وبعد كده ضفت الطبقة التانية وحطيتها كده زي ما انتوا شايفين مقلوبة على ظهرها، وهديها برضو تشريب خفيف جدا بالسيرب. وهنزل بقى بالكريمة، وقبل ما انزل بيها بديها كده تقلبتين برضو زي ما متعودين، وهنساوي طبقة الكريمة كويس جدا. ياخد كده كريمة وابتدي اظبط الطبقة واسويها كويس سواء بالسكرابر او بالسباتيول على حسب ما يكون متوفر عندك. وهبتدي بقى ابل السكرابر اللي معايا ده او السباتيول
بميه سخنه علشان اساوي وش الكيك بتاعي كويس جدا. كل ما ابتدي اخد كريمه ببله بميه سخنه وارجع تاني اظبطه عشان احاول اظبط الوش على قد ما اقدر بالشكل ده. في المرحله دي انا هخلص وش الكيك وهدخلها بقى على طول على التلاجة. قبل ما نقطعها لازم نبيتها في التلاجة ليلة كاملة، او على الاقل تقعديها كده 4 ساعات عشان تبقى متماسكة وتتقطع معاكي بسهولة وما تتفرفتش ابدا. ولو مستعجلة تقدري تحطيها في الفريزر ساعتين علشان تتماسك. خلاص سيحت هنا عندي شوكولاتة بيضة وحطيت لها لون، طبعا درجة اللون تقدري تتحكمي فيها، وعملت كده دواير عشوائية بالشكل ده. وهبتدي بقى اقطع الجناب. هنا انا بغسل في كل مره قبل ما اقطع كل الجناب الترانش بتاعي عشان اقدر اقطعه او اقطع الكيك بطريقه مظبوطه. بنزل كده مره واحده في الكيك، وطبعا انا قبل ما اقسم بالسكينه بقسم بالمسطره واشوف القياسات وابتدي اقطع تاني. وقبل كل تقطيع زي ما انتم شايفين انا غاسله السكينه بتاعتي كويس جدا بميه سخنه، وبعد كده بنزل بالسكينه واسحب على ورا علشان الجاتو بتاعي شكله ما يبصش. تمام. هبتدي اجيب المسطره برضو وهقسم قطع الكيك كلها متساويه او قطع الجاتو. هنا طبقه الشوكولاته اللي انا عاملاها الملونه لونتها بلون بامبي مع لون ازرق. تمام. خلطتهم ببعض مع الشوكولاته البيضه بتحتاج، او اي شوكولاته نحب نلونها بتحتاج الوان زيت. تمام كده قطعناها وقسمناها بالشكل ده. وبرضو لونت بقيه الكريمه بتاعتي بلون بامبي مع ازرق، عطت لي الدرجه دي. وهبتدي اعمل بيها ورود كده على وش الكيك، وتقدري تزيني بالشكل اللي تحبيه. تمام زي ما انتوا شايفين. وادي باقي كمية الجاتو بتاعي. حطيت هنا كمان الورد المجفف. ادي شكل الجاتو بتاعي تحفة جدا زي ما انتوا شايفين، وطبقة الكريمة مظبوطة والكيك ما شاء الله اسفنجي وخطير. كده خلصنا الكيك بتاعنا بمنتهى السهولة والبساطة. اتمنى يا رب تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه تعملوا لايك، ولو بتحبوا فيديوهاتي او تستفادوا منها اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. والسلام عليكم.